موعدنا على قناة مصر الحياة السبت من كل أسبوع مع أجرأ تقارير الإعلامية منال رمزي وأهم التحليلات والملفات الساخنة والإعلامي الدكتور موافي عبد الله. انزل امشي في الشوارع، زور كنيسة ودير وجامع، اللي شاف غير اللي سامع، مصر سحر مالوش آخر. أسعد الله مساءكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018. نسأل الله تعالى أن يكون عاما كله بهجة وانتصارات وسرور، ويسعدنا أن نهنئ الإخوة المسيحيين بهذه المناسبة، ومناسبة عيد أعيادهم في 7 من يناير القادم إن شاء الله. نحيي الإخوة المسيحيين ونشاركهم الأفراح. أجدد مرة أخرى أكرر أهنئ الإخوة المسيحيين بأعيادهم، ولن نلتفت لأي شعارات زائفة. كلنا مصريين، لكم دينكم ولي دين، كلنا مصريين. وأهنئ الإخوة المسيحيين وأهنئهم أيضا بالكاتدرائية، أكبر كاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكل عام والجميع بخير. نلتقي بعد العناوين. ضوابط جديدة لاختيار مشرفي بعثات الحج بداية من منتصف يناير. بعد صراعات وعرقلة الوزير، مصر تطلق وكالة فضاء لتلحق بالعالم والعلم. تسريب الامتحانات لبنت العميد بجامعة الزقازيق. الإسماعيلية تتحدى قرار وزير الصحة وتحتفل بالوكيل. - 21 يناير موعد تسجيل البورد المصري للأطباء. وأخيرا ترامب بين استكمال ولايته وتجميد قرار نقل السفارة. دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتمعت مع أعضاء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وطلعت بقرارات مع أعضاء الجمعية لخدمة الحجاج عن طريق الجمعيات الأهلية. وقالت من بين القرارات والتوصيات اللي أخذتها الدكتورة وزيرة التضامن وضع ضوابط جديدة لخدمة واختيار المشرفين على البعثات الحج التابعة للجمعيات الأهلية المسجلة تبع وزارة التضامن الاجتماعي. وده بيتم بناء على اختبارات شفوية وتحريرية لأول مرة. ده بيدفع لاختيار الأفضل لخدمة الحجيج دايما. وتقول سيتم فتح باب التقدم منتصف يناير على الموقع الخاص بالمؤسسة القومية لتسيير الحج. ده بالنسبة للحجاج والاستعدادات اللي بتقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي. في برضو على صعيد تاني في وزارة الصحة نظام جديد اسمه البورد المصري للأطباء. البورد المصري للأطباء ده نظام جديد أطلقته الهيئة المصرية للأطباء لتدريب الأطباء لمدة 5 سنوات.
في 4 تخصصات مختلفة، هم تخصصات الباطنة وأمراض النساء والتوليد والجراحة والأطفال. البورد المصري ده عبارة عن شهادة أو شهادات تدريب، شهادة دراسية لتدريب الأطباء، وبتشبه درجة الزمالة. هيتم التسجيل ليه من 21 يناير وحتى نهاية فبراير القادم. على الصعيد الدولي بنلاقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيحاول يكون بديل لترامب في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بديل بطريقة فضلة للعرب والدول العربية ودول الخليج على وجه الخصوص. وبيقول ان هو هيتبنى او هيساعد في ازمة مقاطعة الدول العربية لقطر باعتبارها راعية وداعمة للإرهاب وفق الاتهام الموجه ليها من هذه الدول. بيتبنى كمان موضوع أزمة كردستان في العراق ومساعيه في حل أزمة في ليبيا وحرب اليمن. واتصل تليفونيا بالعاهل السعودي الملك سلمان وطلب منه تمرير المساعدات الإنسانية لليمن ورفع الحصار اللي بيفرضه التحالف العربي وبتقوده الرياض العاصمة السعودية. في الحقيقة هي مطالب كويسة تفيد العرب والمسلمين وتفيد توحدهم في مواجهة أي إرهاب يقف في حجر عصره في طريقه. عندنا كمان خبر جميل جدا، خبر طال انتظاره. الخبر ده كان في من 6 سنوات ومصر بتسعى إليه. الخبر ده بيتمثل في إنشاء وكالة فضاء مصرية، وبالفعل تم الحمد لله إنشاء وكالة فضاء مصرية بعد معاناة طويلة جدا. وافق عليها مجلس النواب بأغلبية يعني منقطعة النظير، وده طبعا بيخدم مصر وبيحطها في مصاف الدول المتقدمة والعالمية. والوكالة دي بتبقى بالظبط يعني زي كيان مسؤول عن كل ما هو على أرض مصر. كل القطاعات اللي على مصر بتكون لها علاقة بهذه الوكالة. ده بيبقى ربط كبير جدا، بالإضافة أن يعني الوكالة برضو بتساعد في حاجات تانية كبيرة جدا، يعني بتأمن المنطقة وبتأمن الدولة وتفيد كتير جدا. والنهاردة بيقولوا اللي مش بيمتلك فضاء ما بيمتلكش أي حاجة خالص في أرضه. يعني الدولة اللي ما عندهاش أي وكالة أو أي حاجة في الفضاء ما بيبقاش برضو مسيطر على أرضه. من 6 سنوات الموضوع ده، وهو محض صراع الموضوع ده، لأنه موضوع نهضة تكنولوجية، نهضة اقتصادية، نهضة علمية، كانت محل صراع أو محل اهتمام الدكتور مدحت مختار. الدكتور مدحت مختار ده رفض موقع وزير وقال أنا هنزل من الموقع ده وانزل لدرجة مستشار. طيب ليه يا سيادة المستشار؟ اتقال له ان الموقف ده يعني انت في درجة كبيرة. قال له انا ما يهمنيش الا الامن القومي المصري، انا يهمني اهتم بما يهم مصر، انا ما يهمنيش المناصب. وبالفعل الدكتور مدحت مختار نسق مع 111 دولة مشغلة للأقمار الصناعية، لها أقمار صناعية في الفضاء. الفضاء ده على فكرة مزدحم جدا بالأقمار الصناعية. الراجل سعى لتنسيق مع 111 دولة مشغلة للأقمار الصناعية، وقدر يوفر مدار أطلق عليه القمر الصناعي وسط زحمة الفضاء الفظيعة دي في السماء. كل ده كان في التسعينيات. عاوز أقول حاجة، يعني احنا طبعا شايفين الوقت عالم الفضاء قدامنا في الصورة. عاوز أقول حاجة بتحزنني جدا من الروتين المصري اللي كان بيتمثل في بعض الأشخاص أمام العلماء على وجه الخصوص. عندنا أما الدكتور مدحت مختار ضحى بمنصب الوزير زي ما قلت ورفض أن يكون مستشار، واعتبر دي مهمة قومية. هو شافها بنفسه واطلع على القوانين الدولية والأمور الفنية والتنسيق المدني والعسكري عشان طبعا يحقق هدفه يعني. ونجح في توفير مساحة في الفضاء لإيجاد مكان لوكالة الفضاء المصرية اللي هي بنفخر بها حاليا. وقتها الدكتور مدحت مختار طلب من وزير الطيران المدني اللي هو الوزير، انا بعتبره الوزير الروتيني يعني،
اللي هو حسام كمال وقتها، كان وزير الطيران المدني وقتها السيد حسام كمال. دكتور مدحت طلب من خلال إحدى البرامج الفضائية 3 ملفات يعني النهوض بمصر من خلال البرنامج اللي كان مستضيفه، برنامج فضائي. وقال بالتحديد أنا عاوز من سيادة الوزير حسام كمال يطلع الملف اللي في الدرج ويعرضه على السيد الرئيس. ما هو ما لقاش حاجة خالص قدامه يقدر يوصل بيها، فراح طالب كده على الهوا. ما كان من الوزير إلا أنه أحال مجلس الإدارة كله للأموال العامة واتهمهم بالجنون، رغم أن الدكتور مدحت كان وقتها حصل على المكان في الفضاء. تم الاتهام ده وزج بيهم وتعبوا شوية، يعني الروتين اللي قلنا عليه. لكن الدكتورة فايزة أبو النجا والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم التقطوا منه الملف ده والخيط ده وتبنوا موضوع ملف وكالة الفضاء، إلى أن تم الموافقة عليه حاليا من مجلس النواب، وأصبحت مصر الوقت تتمتع بمكانة عالمية وسط الدول الكبرى والدول العظمى. هذه المكانة العالمية تضيف للبحث العلمي الكثير من الاستثمارات. هذه المكانة العلمية أيضا تضع مصر كما قلنا في مصف الدول أو في مقدمة الدول العربية بحكم وضع مصر الحالي المتقدم بين الدول العربية. نيجي بقى للموضوع الثاني، كان موضوع تسريب الامتحانات لبنت العميد زي ما قيل في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. قالوا إن الامتحان بتاع كلية التجارة بتاع الفرقة الأولى في كلية تجارة الزقازيق تم تسريبه. قالوا تاني إن في 5 أساتذة اتقدموا باستقالتهم لأن السيد العميد وقتها وقت كان يوم الثلاث الكلام ده دخل الكنترول واطلع على أسئلة وخد نسخة منها. طبعا الجامعة طلعت بيان وقالوا إن الموقف ده من حق، أنا ما بتكلم أنا بقى الأول قبل ما أقول الجامعة قالت إيه. هو من حق عميد الكلية إن هو يكون رئيس اللجنة العامة للامتحانات بطبيعة الأمر، ده قرارات متفق عليها وماشية بين الجامعات كلها. بنت العميد في أولى إنجليزي محاسبة لغة قسم إنجليزي يعني، وبتأدي الامتحان في نفس اليوم، كانت بتأدي الامتحان في نفس اليوم. العميد الدكتور محمد الشواتفي عميد كلية التجارة بالزقازيق هو رئيس لجنة الامتحانات بالكلية، وحقق كتير من جاهزية الامتحانات، ومن حقه كان طبعا يمر على الامتحانات والأسئلة بتتوضع ويشوف الامتحانات وصيغة الامتحانات ووقتها يعني وقت الزمن بتاع الامتحان وحجم الأسئلة هتقضي الوقت ولا لا، من حقه كل هذه الأمور. الجامعة طبعا قالت، رئيس الجامعة قال ان هو كلف الدكتور جلال عفيفي وكيل الكلية لرئاسة امتحانات الفرقة الأولى إلى أن تنتهي الامتحانات وتعلن النتيجة. طبعا ده ليه؟ لأن العميد الدكتور محمد الشواتفي اللي هو عميد الكلية بنته موجودة في الكلية، وموجود طبيعي في كل مكان حتى في المدارس إن أي حد من الدرجة الأولى ينقل على طول في مكان آخر القريب ده اللي هو المعلم أو الأستاذ يعني. ده طبيعي يعني، منعا برضو للظن إن فيه مساعدة أو حاجة زي كده. لكن أنا عاوز أقول إيه؟ لو كان العميد زي ما وسائل التواصل هاجت بالموضوع وكبرته وعاشت فيه دور سيناريو حزن وتلطيم وتشويه في الصورة العامة، لو العميد عاوز ينجح بنته مش لازم يجيب لها الأسئلة، ممكن يكلم الدكتور في التليفون ويجيب الأسئلة ويديها لها قبل ما يتكشف قدام الناس دي. عاوز أقول برضو إن كان ممكن يجيب لجنة معينة تراقب عليها وتديها يعني تساعدها في الامتحان. عاوز أقول برضو إنه في امتحان فيه كنترول وهو برضو بيعتبر رئيس الكنترول يعني أو المشرف عام على الكنترول. كان ممكن قال لأي حد من الأساتذة ينجح بنته لو عايز ينجحها يعني. فمش مضلعة قوي ان هو يخش يجيب الورقة زي ما قيل وتردد ان هو عاوز ينجح بنته فدخل بحجة بالحجة دي يعني حجة انه بيشرف. لا، في وسائل كتير ممكن ينجح بنته بيها. في وسائل كتير ممكن يعني بنته تنجح في البيت كمان. طبعا ده غلط، انا بتكلم بيه ده غلط ومش بدافع عن السيد العميد، لكن انا بتكلم بوجه عام عن الناس اللي بيهيجوا الرأي العام ضد اي حد في النظام في الدولة.
من بين الأخبار اللي معانا في حلقة اليوم برضو وبعتبره خبر سعيد، الخبر ده خاص بمحافظة الإسماعيلية بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية. دكتور محمد أبو سليمان فوجئ بدعوة من السيد اللواء محافظ الإسماعيلية يدعو لتكريمه. حضر التكريم في المحافظة، وبعد كده نزل الناس زفته في الشوارع بسياراتها ومشوا بيه في الشوارع المدينة لحد ما وصلوا نقابة الأطباء. فوجئ برضه بحفل تكريم تاني هناك على أنغام السمسمية وأغاني تانية وسط الجميع العاملين بمديرية الصحة بيحتفلوا بيه. ليه بقى بيحتفلوا بالدكتور محمد سليمان في مديرية الصحة ومحافظة الإسماعيلية؟ أكيد في حاجة، أنا أستنتج كده إن كان خرج على المعاش ولا حاجة. لا، ده مش كده، ده هو في خبر أسعد من كده، إن الشعب هنا أو أهل الإسماعيلية تحدوا قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لما أصدروا ضد عزل الدكتور محمد أبو سليمان. في الفيديو اللي قدامنا ده واضح جدا الاهتمام وفرحة الأهالي بالدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية. الناس كتير اعتبروا ان ده إقالة الوزير دي جت على خلفية أحداث مسجد الروضة واتهامه بالغياب عن المحافظة. يعني قالوا الدكتور وزير الصحة قال ان هو ما كانش موجود في المحافظة. طبعا ده على عكس الحقيقة، وده طبعا اللي أثار غضب الجماهير بالمحافظة. وقتها وقت الوزير ما أصدر كده الجماهير كانوا غضبانين جدا. فوجئ طبعا وكيل الوزارة باستدعاء اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية له عشان يكرمه بمجلس تنفيذي المحافظة. طبعا ده حصل التكريم في حضور نواب البرلمان، ومنحوه درع وميدالية المحافظة تقديرا على جهوده في أزمة الروضة وتواجده خلال ساعات الأزمة من بدايتها وسط تصفيق الجميع للدكتور أبو سليمان وكيل الوزارة. بعد انتهاء التكريم زي ما قلت في حشد كبير جدا من المئات من المواطنين حشدوا سيارتهم قدام مبنى المحافظة وطافوا بيه في شوارع وميادين المحافظة وسط الأجواء اللي حضراتكم شايفينها دي في الصور، باحتفالية كبيرة جدا حتى وصلوا لنقابة الأطباء. وطبعا نظموا حفل تاني تكريم هناك بحضور السكرتير العام للمحافظة وحضور برضو النائبان أشرف عمارة والنائب أحمد سعيد، طبعا في حضور الجميع العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة. الدكتور أبو سليمان طبعا أنا أعتبر ده يعني رد اعتبار كبير جدا جدا. ومن هنا من الموقف ده سياسيا كده يعني أقدر أقول يعني أو أطالب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بإعادة النظر في هذا القرار. يعني الشعب كله بيقول، هقول نص الشعب بيقول ان المنظومه الصحيه مترديه جدا، علاج بديل، غياب اطباء، بدليل ان كنت كل شويه بنقول تم احاله كذا من الاطباء. يعني من وجهه نظري من الحصر اللي قراته ده لا يقل عن 1500 طبيب تم احالتهم للتحقيقات. هم كام طبيب اصلا على مستوى الجمهوريه؟ مش كتير يعني. ده برضو خلل عند الناس وبد يعني حاجه معكوسه عند الناس. اما الناس دلوقتي تقول في الاسماعيليه الراجل ده كويس وكرموه ومشوا بيه في الشوارع، دي شهاده كويسه جدا في وش الوزاره. انهم احنا نشيله؟ انا لا اعرف الدكتور ابو اسماعيل، دكتور اسماعيل، ولا اعرف اي حد من الاسماعيليه، لكن بقول بالمنطق والحسابات ده رجل المرحله. وكيل الوزاره ده رجل المرحله. نيجي بقى على الطمه الكبرى بتاعت المجنون بتاع امريكا ترامب ده. المجتمع الدولي، احنا عارفين المجتمع الدولي دلوقتي في مباحثات من اجل قضيه القرار بتاعه اللي اصدره ترامب، ويعني اثار حفيظه العرب كلهم، وان كانوا كلهم بيجتمعوا وماشيين بخطى ثابته وبثبات انفعالي، مش عاوزين يخشوا في حروب الا لما يدرسوا الامور من كافه ابعادها، طبعا بالحفاظ الاساسي على القدس عاصمه فلسطين، ورفض القرار رفضا نهائيا. وده واضح من ال 128 دولة اللي رفضت، واللي وافق مين؟ ما وافق يعني دول هشة، دول كده يعني زي قطر كده، دول صغيرة، ومن كلهم مجموعة على بعض ما يجوش دولة من الدول العظمى. القرارات دي بتقول لترامب انت انسان فاشل، احنا معترضين على هذا القرار.
عاوز اقول برضو من توقعاتي اللي اقدر يعني ادلي بيها كفرد من افراد المجتمع، ان الموضوع ده يعني لا يجب السكوت عليه. قرار ترامب ده لا يجب السكوت عليه، بس شايف برضو في نفس الوقت من داخل امريكا نفسها هيخرج من يعيد ترامب لصوابه، لان المسألة دي لا تتحقق الا بالحروب، كلها بالحروب، ولا تتحقق كلها بالدبلوماسية. انا مش بقول كده عشان احبط عزيمة العرب، ده بالعكس، ان لازم ولازم ولازم ان العرب يتحدوا ويظلوا مش ال 128 دولة بس، كل الدول المقاطعة دي كمان لازم اعادة النظر فيها، يعني اعادة النظر في رؤسائها وسفرائها. وهقترح من وجهة نظري المحدودة كأحد المواطنين، الاول انا شايف ان امريكا داخل امريكا نفسها هيخرج منهم من يعيد لترامب صوابه، لان المسألة دي مش بتتحقق كلها بالحرب ولا بتتحقق كلها بالدبلوماسية. صحيح القادم أسوأ، لان ترامب قفل الملف الشائك ده بعد ما مصر ادخلت الفرحة على الشعب الفلسطيني من 11 سنة، بدأت تدخل او ادخلت بالفعل الفرحة على الشعب الفلسطيني بوعي مصر وقدرتها ومركزيتها، وازاحت الهم ووحدة الفلسطينيين، وكأن ده كان تنبيه لهم لمنع لوضع القضية الفلسطينية من الذوبان. وده بالفعل ادى يعني موقف ايجابي ان فلسطين اتوحدت دلوقتي لصد القرار الترامباوي اللي بيقولوا عليه ده. الملف الشائك ده لابد من وضع حلول حاسمة في مواجهته. ايه الحلول دي؟ ده انا بقترح الحلول دي: سحب الودائع من البنوك الامريكية، كمان الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عضو عامل كامل، رفع درجة تمثيلها في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية واليونسكو وغيرها لمحاصرة القرار الأمريكي. قبل ده كله توحيد العالم الفلسطيني من غير فصائل، يبقى فلسطين دولة واحدة متحدة مفيش فيها فصائل خالص، يبقى الشعب كله توحد وكل فصائله. أنا شايف كمان إن من بين الحاجات دي إن ترامب مش هيتراجع عن القرار ده، لكن هيسيبه يموت، مش هينقل السفارة. ده وجهة نظري، ومش كده مش معنى كلامي ان بهدي العرب او بقول ان هدي النبرة، لا، ده انا بقول ان هو خلاص فشل بالفعل وهيجمد القرار، هيتكسف يسحب كلامه، مش هيقدر يقول انا رجعت في كلامي، هو قال الكلمة ورماها وخلاص. هيبدأ القرار في الذوبان لانه بالفعل يعني قرار ليس فاعل ومش هيتنفذ ولا حد هيسمح له يتنفذ. لكن تراجع ترامب ده هيتراجع لوجستيا، يعني اعتقد كمان يعني هيتمهل بنقل السفارة لعدة اسباب تاني. ايه الاسباب دي؟ التحدي الكبير للعالم، له العالم كله اتحداه. الحاجة التانية كمان ان الرئيس القادم لامريكا اكيد هيعمل على الغائه، لانه شايف الصورة مع الدول كلها مقاطعاه، يعني بالتالي هيعوز يعمل علاقات مع الناس، هيلغي قرار كلمة واحدة لغاية القرار او القرار ده لم يتم تفعيله. يبقى كده ترامب فشل ذريع، وهو طبعا فشل خلاص يعني، لكن دي برضو من الأسباب. الدول الأوروبية برضو اللي بتعتبر حليفة للولايات المتحدة خصوصا بريطانيا وفرنسا ضد القرار، يعني من الآخر 85% من دول العالم ضد هذا القرار. لكن إذا ظل التخاذل العربي مستمر أو غافل ستصبح قضية القدس في تعداد الماضي، وستطالب إسرائيل بالضفة الغربية كمان، نابلس ورمل، يعني الموضوع هيزيد. أما إذا استمر التكاتف الرافض من 128 دولة أو 126 دولة لهذا القرار ومنهم إيران الدولة الإسلامية الكبرى، ستتغير بالطبع هذه المعادلات. تاني بقى وأقول مطلوب تاني عدة نقاط، منها إيه؟ التقدم بشكوى لدى مجلس الأمن ضد ترامب ذاته، لأن أما بنقدم شكوى ضد الولايات المتحدة ليس من حق الولايات المتحدة التصويت، بل ينتزع منها هذا الحق. ليه؟ لأنها طرف. وهنا بقى هنحصل على قرار مضمون بنسبة 100% ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ضد هذا القرار. وعلى الدول المقاطعة كمان بقترح كمان الدول اللي قطعت القرار، الناس اللي كانوا مش مع ال 126 دولة دول،
ان احنا نلتزم الثبات الانفعالي معاهم ونظل على انحيازنا لفلسطين، لكن نجمد صفقات السلاح اللي بلغت 400 مليار دولار دول. يعني نجمدهم مش نلغيهم، نجمد شوية، نخلي الدول اللي عملت صفقات سلاح مع أمريكا تجمد القرار ده شوية عشان يأثر عليه اقتصاديا. هنا بنقول بقى لترامب مش هتقدر على العرب، ده لو عملنا بالفعل كده. أما لو سكتنا زي ما بيقولوا مش عارف سكتنا له دخل بإيه، مش هينفع كده خالص. نلتقي بعد هذا التقرير. نهاية ترامب سياسيا. ذكر دكتور موافي عبد الله رئيس جريدة أخبار المستقبل ومقدم البرنامج في إحدى مقالاته عدة أسباب قد تزيح الرئيس الأمريكي رونالد ترامب من موقعه، منها ما يجري داخل البيت الأبيض، ومنها ما ذكره الرئيس السابق لحملة ترامب الرئاسية روجر ستون الذي يعد كتابا يتحدث فيه عن إزاحة ترامب من منصبه نتيجة التحقيقات التي يجريها روبرت مولر في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروسيا. ذلك التحقيق المؤلم الذي يفند اتهامات في بعض القضايا التي لا يعلمها سوى المستشار الخاص بالبيت الأبيض تاي كوب ومحامي ترامب الخاص جون داوود وترامب نفسه، وهو ما يدعو لاحتمال عدم اكتمال ترامب لولايته، ولكونه استعان بمستشارين ووزراء غير مخلصين، منهم نيكي هالي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وخاصة عند مطالبتها بسماع النساء في قضية ترامب المعروفة. ووصفت التحليلات إن هذه المستشارة كسكين في ظهر ترامب، كما توقعوا تصويت كل وزراء ترامب بإزاحته عن منصبه بموجب التعديل 25. ورهن بقاء ترامب السياسي المعتمد على دعمه لروي مور بحجة إن الديمقراطيين والجمهوريين سيستخدمون هزيمة مور كسلاح سياسي لإجباره على مواجهة مزاعم التحرش التي نشبت ضده منذ الانتخابات الرئاسية في 2016، واصفا إن الانتخابات في الولاية بالنار المرتدة. منار رمزي، مصري نيوز. يا شعبي يا شعبي اليوم وقف، يا شعبي نادي أزمة خاف، يا شعبي يا شعبي اليوم وقف، يا شعبي نادي أزمة خاف. اسمحوا الإنسان كانوا شعوب وأوطان، اسمحوا الإنسان كانوا شعوب وأوطان، ما بقينا سوا ما مشينا سوا، ما بترحمنا بكرة محكمة الزمان. من شمال غرب رام الله وقرية النبي صالح خرجت بطلة من الأبطال اللي فكرتني بالمناضلة الجزائرية جميلة أبو حريد وغيرها من المناضلات العظام يعني أو العظيمات. الطفلة عهد التميمي وبنت عمها جنى التميمي أطفال صنعوا المستحيل ووضعوا نقاط مضيئة جدا في حياة الحركات الثورية وقدام العرب في توحدهم. يعني بتقول يعني يا عرب لو ما توحدتوش يعني هقول ايه؟ انا نفسي هقول ايه؟ انا اللي بتكلم انا هقول ايه؟ طفلة حركت المشاعر وصفعت الجند الاسرائيلي بالقلم على وشه. الجند ما عملش حاجة، ده اكد للعرب كلهم والعالم كله ان الجند الاسرائيلي ضعيف جدا ما يقدرش يعمل حاجة. مفيش بني ادم في الدنيا يرضى ان حد يصفعه بالقلم وهو مدجج بالسلاح. يعني حتى كرامته وشكله وخد القلم والتاني كمان
واتزق وما اتحركش. ده معناه ايه؟ ان الجيش الاسرائيلي جيش ضعيف جدا، ما عندوش نية للحرب، ولا يقدر يحارب ولا يخش في حرب، ولو خش هيتهزم هزيمة نقراء. دي رسالة للعرب تاخدوا بالكم منها. الألم ده مش قوة البنت بس، الألم ده كشف، خلى البنت دي كشفت ان اسرائيل، الجيش الاسرائيلي اهو، هو ده الجيش الاسرائيلي. بخبطة قلم مشى قدامها الولد. صحيح اعتقلوها بالليل بعد ما مشوا في الظلام برضو من ضمن جبنهم، دخلوا الساعة 2 أو 3 بالليل، قبضوا عليها وخدوها اعتقلوها، واحنا واقفين نتفرج على البنت، بنت المعتقل. الفيديو اهو، البنت بتضرب العسكري اللي قدامنا ده. ده بيقول زي ما قلت لكم موقف صعب جدا جدا، لازم نتنبه ولازم نتحرك. عادة تميمي دي زي ما قلت من قرية النبي صالح في شمال غرب رام الله. قبل كده اعتقل اخوها وامها وابوها، واستشهد عمها وخالها قبل كده، وهي عندها 12 سنة. الوقت عندها 17 او 18 سنة. البنت دي بالتأكيد درست في دراستها الانتماء للوطن، وعرفت ازاي تدافع عن نفسها وعن وضع بلدها وعن كرامتها. واتكرمت على فكرة عهد خارج فلسطين، اتكرمت في تركيا لبطولتها دي، وراحت تركيا. هنشوف برضو تكريمها في تركيا عامل ازاي، والاستقبال اللي قبلوها في تركيا ازاي. اتكرمت طبعا كبطلة، طفلة بطلة، وكان واقف مترجم بيترجم لها، مترجم بيترجم عهد الأسئلة وترجم إجابتها للمسؤولين اللي كرموه. عاد ضربت مثل البطولة العربية بجد، يعني فكرتني زي ما قلت بأبطال الزعيمات اللي هم كانوا التاريخ خلدهم. القرية اللي أنجبت عهد التميمي أنجبت برضو جنى التميمي بنت عمها. القرية دي تعدادها 600 شخص. جنى برضو بطلة زي عهد، وجمعت، هي واضح ان الأسرة التميمي دي أسرة ما شاء الله، أسرة مناضلة، والشعب الفلسطيني فعلا كله شعب متماسك ومناضل. جمعت كل القنابل اللي ألقاها عليها جنود الاحتلال، وعلقتهم كده على شجرة عشان يكونوا عبرة لمن لم يعتبر، ويكونوا قدام الفلسطينيين شارة ثابتة ان ده الاحتلال الفلسطيني موجود. انا بقول الشجرة دي برضو يجب ان العرب كلهم يشوفوها، يجب ان اللي حصل من البنتين الصغيرين دول ان العرب يلتفتوا ليها، لان فيها معاني كتير جدا، معاني صادقة شفافة معبرة، محدش يقدر يتكلم عنها ولا حد يقدر يصنعها. عاوز اقول من هنا ان اسرائيل فعلا، يعني طبعا معروف ان هي دولة بلا حدود وبلا دستور، وجنود جبناء زي ما قلنا، وشفنا هذا الكلام واللي كشفته عهد. عاوز اقول برضو في الاخر، هل يفك اسر هذه الطفلة البطلة؟ العهد عهدك يا قمر، يا عهدي يا كل العهود، يا من ظاهر علل صبر لحظة كان زي الوجود. العهد عهدك يا قمر، يا عهدي يا كل العهود، يا من ظاهر علل صبر لحظة كان زي الوجود. عدى الزمان خطى المكان، تسعى الهوان والعزم فاق عزم الجدود. العهد عهدك، العهد عهدك، العهد عهدك يا قمر، يا عهدي يا كل العمر. نرجع للمساوئ اللي موجودة في الفساد الإداري في المصالح الحكومية. للأسف معظم هذه المساوئ كلها رشاوى. بلغت هذه الرشاوى اللي معانا في حلقة اليوم 28 مليون جنيه. 28 مليون جنيه دول ضبطتهم هيئة الرقابة الإدارية
اولا في بني سويف كان القوا القبض على وكيل وزاره مديريه الاصلاح الزراعي، لانه عرض رشوه على مدير اداره المخازن عنده بالمديريه، قال له يسوي له ورق بمبلغ 5 مليون جنيه من المبلغ الكلي 27 مليون جنيه، وده بناء على التهمه الموجهه للاول اللي هو مدير المديريه، ومحال للنيابه العامه في هذه التهمه. ومقابل التقرير ده قال له وكيل المديريه ان هرقيك تبقى مدير الشؤون الماليه بالمديريه. طبعا هو عاوز يعني يبرئ ساحته من التهم دي. التهم دي في المحضر رقم 6862 لسنة 2017. ده موضوع من ضمن الموضوعات أو تهمة من ضمن التهم. في تهم تانية في البحر الأحمر برضو تم إلقاء القبض على مدير مديرية المساحة بالمحافظة متلبسا خلال تقاضيه رشوة مالية من محامي وكيل مستثمر سعودي، عاوز ينهي استخراج أوراق مساحة مذكورة بمدينة الغردقة. المساحة دي 6000 متر، قيمتهم 155,000 جنيه، مقابل ان هو يخلص له الحاجات دي كلها مستخلصات قيمتها 9 مليون جنيه. ده برضو واحدة من ضمن المخالفات. مخالفة تانية من ضمن المخالفات دي في السكة الحديد. هنا في السكة الحديد للأسف كانت يعني المشكلة في إيد اللي بنسلم له أمورنا كلها، مدير عام الشؤون القانونية اللي هو بيحقق مع الناس، أصبح الوقت هو المحقق معه. ضبط متلبسا بتقاضي مبلغ رشوة 35,000 جنيه مقابل القيام بمهام وظيفة لتنفيذ 35 حكم تعويض صدر لبعض المواطنين ضد الهيئة. يعني كل تعويض ب1000 جنيه، 35,000 جنيه ل 35 حكم صادرين لبعض المواطنين ضد الهيئة. يعني المواطنين كسبوا القضايا دي ضد الهيئة وعاوزين يبطلوها. برضو تهمة تانية في مطار القاهرة الدولي. تم الضبط على مدير عام إدارة المحطات متلبس بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص اللي بتعمل بالمطار في مجال الصيانة، مقابل عدم فرض مبالغ مالية على شركته. مخالفة تانية في مستشفى الزقازيق الجامعي. المخالفة هنا مخالفة يعني أنا بعتبرها واقعة جدا، لما بتصدر من طبيب ويبتز الناس وهو قادر وميسور وقادر انه يعيش وسط نفسه، بايخة قوي. يعني هو بيتقاضى راتبه وبيكشف بقد كده وعايش عيشة سعيدة وكويسة. امال ساب ايه اللي محتاج، اللي هو يعني مش قادر، اللي بيمنع نفسه من القتل وممكن يمد ايده، ومش بدافع عن حد ولا بشجع حد يعمل كده. لكن هنا ساعتها اقول يعني هيعمل ايه؟ هنا هقول هيعمل ايه ازاي بقى. مستشفى الزقازيق الجامعي تم إلقاء القبض على طبيب جراحة عظام بالمستشفى، واثنين طبعا من المسؤولين في شركة توريد المستلزمات الطبية اللي بتورد المفاصل الصناعية والمستلزمات اللي بتخص جراحة العظام للمرضى. تقاضى رشوة مبالغ مالية على سبيل الرشوة إجماليها 25,000 جنيه من 4 مرضى. 4 مرضى دول تم لهم إجراء عمليات جراحية بالعظام في نفس اليوم اللي تم الضبط فيه، وسهل دخولهم وسهل توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية المتوردة من الشركة. ده كمان إيه؟ رغم أن المرضى دول صدر لهم قرارات علاج نفقت الدولة كاملة التكاليف الجراحية، يعني قرار علاج طالع شامل كل التكاليف الجراحية. طيب الدولة قامت باللي عليها وعملت قرارات العلاج واصدرتها وقالت اصرفوا كذا المبلغ المطلوب انتوا عايزينه اهو، اتفضلوا 4 قرارات علاج اصرفوا عليهم واعملوا لهم العمليات الجراحيه الكامله. يعني شفت الفجر. برضو قرار العلاج بيطلع منه نسبه للاطباء والموظفين، يعني من كل حاجه بلهف. ازاي يؤتمن ده؟ اللي مزعلني هنا مش المستشفى الدكتور اجرم او حاجه زي كده، خلاص هو هياخد عقابه وتحول للنيابه وبتحقق معاه هو والناس المسؤولين التانيين حاليا. اللي مزعلني هنا او اثر عني هنا ان ده بيترك انطباع عن المكان نفسه.
يعني بيقول لك مستشفى فيها كذا، مستشفى فيها كذا. لا، المستشفى بريئة من هذا الكلام. المستشفى بالعكس، المستشفى كده بتتطهر من هذه الأشكال. المستشفى كده أعتقد، والأماكن دي كلها اللي سابقة دي هتبقى أماكن نقية جدا، لأنه قدامهم عبرة وموقف واتحبس واحد. إذا الرقابة هنا والتشديد وضبط المتسيب والمفسد والمرتشي بيظبط كل الموجودين في المصلحة، وده عقاب مطلوب وعقاب قانوني مطلوب. محدش يرضى بالظلم ولا الفساد. إذن الأماكن دي لا يشينها أي فاسد يعني. آخر مخالفة من ضمن المخالفات اللي قلنا عليها في مكتب بريد العزيزية بالبدرشين محافظة الجيزة. هنا تم إلقاء القبض على مسؤولة حسابات العملاء بالمكتب، لأنها حضرتها استولت على مبالغ مالية من حساباتهم، حسابات العملاء اللي حاطين فلوس في البريد. استولت على مبالغ مالية قد إيه؟ 2 مليون جنيه. نهفتهم وقعدت تعمل طلبات من نفسها وتزور طلبات وتسحب الفلوس بتاعت الناس دي، وطبعا هم مش عارفين حاجة. النهاردة على إحدى القنوات الدكتور أسامة غنيم مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قال كلمة يجب على الدولة أن ما تعدهاش. الكلمة دي عاوزة دراسة وعايزة، يعني مش ضد الدكتور ده، أنا بسمن كلامه يعني. الكلمة دي يجب تتحط في الاعتبار، لأنه قال كمان أنه اتصل بالمسؤولة الدكتورة منى محرز في وزارة الزراعة وقالت له لا مفيش كلام من ده. هو أكد هذا الكلام بأدلة وأبحاث تانية وتجارب، قال إن الكلام ده موجود. يا حضرات المسؤولين، مش عيب لما المسؤول يغلط أو المسؤول يعني يرضع المشكلة ويقتلها في مهدها، بس يعالجها مش يسيبها تستفحل يعني. دكتور أسامة غنيم بيقول إن اللحوم البرازيلية دي في البرازيل بيحقنوا المواشي والخنازير بمادة معينة. المادة المعينة دي بتكتر اللحمة وبتعمل لحمة كتير على العظم، وبالتالي المادة دي بتجيب أمراض للإنسان، بتسبب له هياج عصبي، بيبقى عصبي دايما متوتر على طول. يعني اللي بياكل اللحمة دي بيبقى عصبي، واحنا في مصر بناكل من البرازيل. قال الدكتورة منى محرز على كلامه، الدكتورة قالت له لا مفيش كلام من ده، الكلام ده احنا بحثناه لقناه سليم جدا. هو بعد كده عمل ابحاث وعمل تقريبا تجارب ولقى الموضوع موجود. يعني نبحث الموضوع ده ونشوف، مش مهم نكذب مين ونصدق مين، المهم نشوف الموقف ايه، نلحق وننقذ ما يمكن انقاذه. في اسرائيل على اثر القرار اللي طلع اصدره ترامب ده، عاملين برضه هم كمان مترو، وقالوا على بعد تقريبا 60 متر من حائط البراق اللي هم بيقولوا عليه حائط المبكى، على بعد 60 متر عاملين محطة مترو، وقالوا هنسميها محطة ترامب. فنواب الشعب في مصر عندنا قالوا احنا السفارة الامريكية موجودة في جاردن سيتي في حتة حيوية جدا، وعاملين مداريس من هنا ومداريس من هنا وقافلينها، واسمها شارع السفارة رغم ان هي شارع اسمه شارع توفيق دياب، اطلقوا عليها شارع السفارة الامريكية والناس سكتت على كده وخلاص. لا احنا هنعمل بقى، بنجمع توقعات وهنسميها شارع القدس العربية. يبقى كده السفارة الامريكية بشارع القدس العربية، تبقى واحدة بواحدة. هي يعني تندر واحدة بواحدة. الأهم القضية الأساسية، أهم ناخد قرار مش نرد حاجة بحاجة. يعني احنا كده معناها ان احنا مش استسلمنا، يعني ان احنا بنرد على حاجة بحاجة. طب واللي فاتت القدس عربية يا جماعة، وعاوزين نصحى شوية والعرب يتحدوا ونكون على يقظة ونفكر ازاي نعاقب الدول اللي ما وقفتش معانا في التصويت للقرار، والدول اللي هي وقفت مع أمريكا بالفعل ومع القرار. الدول دي لازم تعمل لها 100 حساب وتسحب سفرائنا منها، وفي نوع من العقوبات، نوع من العقوبات عليهم. في كمان من الأخبار الكويسة شوية، احنا نخرج من الأخبار الصعبة دي ونشوف خبر سعيد شوية للشباب. قالوا ان مباريات كأس العالم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الكورة والجهات المسؤولة كلها بتسعى الوقت لنقل المباريات مش مشفرة، تتنقل على جميع القنوات الأرضية.
والآن مع هذه الفقرة للدكتور إسلام جمال وحلقة خاصة حول تقويم وتجميل الأسنان والعديد من الأسئلة تطرحها الزميلة منال رمزي. علشان نصنع الابتسامة لابد نبدأ من عيادة الأسنان مع مدير مركز جمال للأسنان بالمنصورة دكتور إسلام جمال. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. في الحلقة اللي فاتت دكتور إسلام شرح إزاي غسيل الأسنان، ومن خلال أسئلتكم هيبقى في النهاردة شوية أسئلة هنسألهم له ويجاوب علينا باستفاضة. دكتور، أول سؤال الأول، أي حد بيروح عيادة دكتور الأسنان بيبقى خايف ومرعوب، وأنا منهم برضو. طبعا بيبقى عندنا بقى إيه هاجس الإبرة اللي بتشك ديت، وبنبقى قلقانين جدا أثناء إبرة التخدير. ليه كده يا دكتور؟ حديثة في تقنيات جديدة في موضوع ان يبقى الموضوع اسهل من ان احنا نخاف من عيادة دكتور الاسنان. الموضوع دلوقتي بقى اسهل من كده بكتير، في تكنولوجيا جديدة، في اجهزة جديدة ان هي تقلل الوجع، حتى الشكة نفسها في جل بتحط قبل الشكة يخدر المنطقة، حتى الشكة نفسها ما عادش توجع. في اجهزة بتعمل فايبريشن جنب الشكة كمان. بنستخدم احدث التكنولوجيا عشان يبقى المريض نفسه مرتاح خارج من عيادة الاسنان دي، ما حسش بألم، كأنها رحلة ترفيهية بالنسبة له. ده جميل جدا. معنى كده ان احنا بعد كده مش هنقلق من ان نخاف من دخول العيادة. لا ما عادش، يعني حتى الناس اللي بتدخل ومرعوبة وممكن يقعد مع الكرسي والرعب مليه، مجرد ما نبدأ الشغل ويرتاح بيرتاح نفسيا، انه مش لاقي الألم، يعني الوجع اللي هو كان متوقع انه ينتظره مش موجود، فيبدأ يرتاح، يبدأ يهدى، يخرج مبسوط، يجي مرة واثنين وثلاثة ويقول يا جماعة ما عادش في حاجة بتخوف في طب الأسنان. هل لابد يا دكتور ان احنا نتردد على عيادة طبيب الأسنان في اوقات معينة، ولا في اثناء الألم بس؟ يعني لما اكون مريضة وحاسة بألم اروح، ولا في اي وقت؟ لا طبعا، المفهوم الصحيح ان احنا نروح زيارة دورية لدكتور الأسنان كل 6 شهور، يعني مرتين في السنة، عشان لو في مشكلة الدكتور يبص يلحقها قبل ما المشكلة تكبر، قبل ما تكاليفها تزيد. في حتى تنظيف الأسنان بيسيب برضو راسب جريء على السنة، تنظيف الجير باستمرار عشان ما يعملش مشاكل في اللثة ولا تآكل وتسوس في الأسنان. الجير بيأثر على الأسنان الجير بيعمل لخلخة في الأسنان مع الزمن، لأنه بيسبب في إن العظم واللثة يدوبوا حوالين الأسنان وانحسار للثة، فمع الوقت الأسنان بتتلخلخ، فلازم متابعة دورية، لأن الأسنان الناس ما بتحسش بالموضوع ده غير بعد ما يا دكتور أسنان اتلخلخت، طب عايزين نلحقها تمسك تاني، أقول له خلاص الوقت فات. كان المفروض يجي من بدري والمتابعات الدورية. تمام. طيب يا دكتور، بيبقى ساعات الواحدة تيجي لها شوية ألم ومش قادرة، مش طايقة ضرسي، أنا لازم أروح لعيادة الدكتور أخلع الضرس، فتروح للدكتور وتقول له اخلع لي الضرس دلوقتي يا دكتور، فالدكتور يقول لها لا أنا مش هخلع، أنا لازم أشوف الأول طالما الضرس سليم، لا ده أنا هعمل حشو، لا ده أنا مش هشيله، فالدكتور بيحافظ على السنان أكتر من المريض. هل ده صح؟ اكيد طبعا. هو اول ما الواحد بيجيله وجع الاسنان بيبقى الهاجس الاول عنده انه لازم الوجع دوت يروح باي شكل من الاشكال، فهو نفسه ان شاء الله اخلع الضروس كلها بس الوجع يروح. بس مجرد ما بياخد البنج بنسحب العصب بتاع الضرس او بنشوف المشكله فين، فبيبدا يرتاح. بعد ما بيطلع من عيادة الاسنان بيبدا ياخد مسكن، فبعد ما حتى يعني المسكن على طول بعد ما بيخرج يكون مفعول بنج راح، يكون المسكن اشتغل، فهو بمجرد زيارته لدكتور الأسنان الألم انتهى وراح. يعني حتى بعد كده على ما نقفل الضرس أو نشوف المشكلة جاية منين ونعالجها، في حاجات احنا بدل ما هو بيرجع يندم تاني بعد ما الوجع يروح ويرتاح، يقول لي يا ريتني حشيته، يا ريتني انا ندمان ان انا خلعته. طب ليه؟ احنا ممكن ان احنا نحافظ عليه بقدر المستطاع، ما دام الحاجه احنا نقدر نحافظ عليه، بدل ما ندخل في الزراعه والتركيبات والحاجات الصناعيه، لان دايما الطبيعي اللي ربنا خلقه مفيش احسن منه.
طيب العصب يا دكتور، هل بتقطعوا العصب ولا يعني انا مش عارفه انتوا بتعملوها ازاي؟ يعني هل العصب هو نفسه اللي بيتقطع وبتشتغلوا وبتحطوا حاجات؟ انا مش عارفه يعني، يا ريت تشرح لنا وتوضح للجمهور. هي بتبقى العصب دوت عبارة عن خلايا رخوة موجودة في قلب الضرس نفسه. هو بمجرد ما ان العصب التهب، فهو العصب ما بيعرفش يتمدد والالتهاب يحصل فيه، فالعصب بيموت، فبيحصل التهاب تحت الضرس، بيبقى ألم شديد جدا، الواحد مش عارف يضغط على ضرسه. الالتهاب تحت بيبقى شديد، ضاغط على الضروس من تحت وضاغط على العظم، فبيبقى الألم شديد جدا. فهو الموضوع كلنا احنا بنفتحه، بننظف مكان العصب وبنقفل مكانه بمادة عشان ما فيش بكتيريا ترجع تعمل التهابات تاني حوالين الضرس من تحت. فهو مش موضوع قتل العصب ان احنا بنموته فعلا يعني، هو بس احنا بننظف مكان العصب. لكن ما بيتقطعش العصب؟ لا، العصب بتاع الضرس نفسه حتى لو التهب ولسه عايش ما ماتش، احنا بس بنشيله تمام بأدوات معينة وبنقفل مكانه بعد التنظيف التام ليه. طيب يا دكتور، بيقولوا فيه بتعملوا كوبري، يعني انا مش فاهمه ايه كوبري يعني. وبعدين ايه الفرق ما بين الكوبري والزرع؟ الاتنين في فرق بينهم وليهم علاقه ببعض، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ اكيد طبعا، دي حاجة ودي حاجة، هما الاتنين تحت مسمى التركيبات والتعويضات السنية. يعني واحد وصل لمرحلة ان ضرسه ما عادش ينفع يتحشى، فاحنا بنضطر ان احنا نخلعه. طيب وبعد ما يخف، طب مش هياكل في المكان دوت؟ لا، التكنولوجيا الجديدة دلوقتي ان احنا ممكن نزرع في المكان اللي هو اتخلع فيه، ممكن نحط له ضروس، ممكن نحط له اسنان، حتى لو هيزرع فك كامل. يعني في بدل التركيبات المتحركة اللي بتتشال وتتحط بتاعت زمان، دلوقتي بقى سهل جدا لانه بيتعمل بالكمبيوتر. الاشعه ثلاثيه الابعاد، التصميم بيتعمل على الكمبيوتر، حتى الديزاين بتاع الاجهزه اللي هتدخل ممكن تتخرط بالكمبيوتر، وممكن كمان تتعمل بدون جراحه في بعض الحالات. تمام. طيب في ناس يا دكتور احنا بنخاف من الجراحه، عندنا رعب من الجراحه، لا زراعه لا. طيب او انا عايز حاجه مستعجله. طيب ما دام انت بتخاف من الزراعه او ايا كانت التخوفات اللي ما لهاش اي داعي دلوقتي مع التكنولوجيا الجديده، احنا ممكن نعمل التركيبات الثابته زي الكوبري. ليه يسموه كوبري؟ كوبري لان احنا بنبرد الضرس اللي قبليه ونبرد الضرس اللي بعديه وبنسند عليهم، فقبل وبعد، فبيبقى عامل ايه، متحمل بين الاتنين، بيبقى عامل شبه الكوبري. تمام. طبعا الموضوع ده ممكن يخلص في يوم بالتكنولوجيا الجديده. تمام. ماكسيموم اسبوع في بعض الحالات المعينه. في ناس بقى بتبقى عايزه زراعات. تمام. بيبقى في بعض الحالات ممكن يتعمل لها زراعه فوريه، لان في ناس ضد مبدا ان اسنانها تتبرد. تمام. هو واحد عايز يحافظ على حاجه الدروس الطبيعيه الجميله اللي ربنا خلقها لنا، فهو بس بنحط له زرعات مكان الضرس اللي اتخلع، بس لا بنلمس اللي قبليه ولا بنلمس اللي بعديه. في معظم الحالات الموضوع بيطول شويه، ممكن 3-6 شهور، من 3 ل6 شهور، على ما يكون الجسم اتعرف على الزرعه ومسك فيها كويس، بحيث لما نحط عليها الضرس ما يتشالش بعد كده بالزرعات. تمام. في واحدة بتسألني بتقول لي عندها تفليج في الأسنان، فيا ترى ده بيبقى له علاج ولا بيبقى زرع ولا بيتركب سنة بقى في الوسط في مكان التفليج ده؟ الطرق الجديدة دلوقتي ليها كذا حل وكذا علاج. في طبعا من بداية الحشوات التجميلية اللي ممكن تتعمل في جلسة واحدة. تمام. بتتبرد جزء بسيط جدا من السنان وتتلزق عليه الحشوة التجميلية، دوت أول علاج. دوت لو الفرق صغير جدا أو حاجة بسيطة جدا، ملي أو 2 ملي. لو الفرق أكبر من كده ممكن نتجه لحاجتين، يا إما إن احنا نعمل القشرة التجميلية اللي بتتلزق على السنة من بره. تمام. في ناس بتجز على اسنانها، فبيبقى القشرة التجميلية ليها ايه، مخاطر اكبر، فاحنا بنتجه لان احنا نعمل تيجان بنبرد السنة وبينزل زي كفر كده يغطيها زي التاج بالظبط، فبياخد شكل السنة الطبيعية وبنقفل المسافات اللي بين الأسنان. وفي نفس الوقت كمان الأنواع الجديدة والتكنولوجيا الجديدة اللي نازلة إن احنا نقفل الأسنان بكأنها شكل طبيعي جدا، اللون طبيعي جدا، بيبقى بتكنولوجيا كات كام، بأحدث ماتيريال اي ماكس، وأنواع تانية زي الزيركون والزوليد.
بتقفل المسافات وبتدي شكل طبيعي وجمالي للسنة، وبتحافظ على الشكل اللثة، ما يبقاش فيها لون أزرق ولا يبقى فيها التهابات ولا البكتيريا وبواقي الأكل تدخل تحت التركيب. دي التكنولوجيا الجديدة اللي بتتعمل بطريقة الكات كام بالكمبيوتر كلها وفي أسرع وقت. اطمني، الموضوع بقى سهل جدا. طيب يا دكتور، هل في عمر افتراضي للسنة؟ لو احنا بنحافظ عليها وبنغسلها هتفضل عايشة معانا مدى العمر. بناكل عليها الأكل الطبيعي اللي احنا المفروض الناس الطبيعية بتاكله. في ناس يا دكتور بيجي يا دكتور أنا كسرت سنتي. طب كسرتها ازاي؟ كنت بفتح بيها إزازة الحاجة الساعة. واحد تاني يا دكتور كسرت سنتي الطبيعية. كسرتها ازاي؟ كنت بقطع بيها، كنت باكل بيها قصب، يعني مش بشرب عصير، كنت باكل. فالحاجات النواشف جدا ديت ممكن تكسر الاسنان الطبيعيه. لازم تاكل قصب يا دكتور برضه. دلوقتي خلاص بقى كله بيشرب عصير. تقريبا جاوبنا على كل اسئلتكم، والحلقه الجايه هنكمل تاني مع دكتور اسلام، وباذن الله هنساله في اسئلتكم واستفساراتكم. اتابعونا. آخر حاجة في عندنا هنا مشكلة خاصة بالتأمين الصحي، وأنا بعرضها على الدكتور مرهف الموجي رئيس هيئة التأمين الصحي بالدقهلية أو بشمال الدلتا أو شرق الدلتا في الدقهلية يعني. المشكلة دي خاصة بسيدة انقطعت عن العمل أو بلغت مرضي يوم 5/12، وهي انقطعت ودخلت المستشفى يوم 3/12، يعني دخلت المستشفى يوم 3/12 وبلغت جهة العمل بعدها بيومين يوم 5/12، واحتجزت بإحدى المستشفيات. وطلعت من المستشفى، خرجت من المستشفى زي ما التقرير الطبي بيقول يوم 23/12، لا 18/12، خرجت 18/12. راحت اللجنة العامة وكشفت، وقعت كشف طبي في اللجنة العامة بالمنصورة، واداها دكتور اجازه مفتوحه من يوم 19/12 حتى 17/2/2018. طبعا ده كويس جدا بالنسبه للمريضه، وقت كافي للراحه او وقت كافي تتعالج فيه. وفعلا هي بتعمل اشعاعات لحد الان ولسه متابعه في العلاج وكده. الدكتور في اللجنه العامه كتب الاجازه بناء على التقرير الطبي اللي خرج من المستشفى اللي كانت محتجزه فيه. هي خرجت من المستشفى زي ما قلنا بتاريخ 18/12. الدكتور بتاع التأمين الصحي وهو بيكتب التقرير الأجازة قال للسيد مدير كذا كذا التربية والتعليم بناء على جوابكم المرسل فيه 23/12 احنا مديها أجازة من يوم 19/12. طيب هي أصلا الجواب مرسل من التربية والتعليم 23 ولا 25 ولا 26، لكن اعتبارا من كام؟ من تاريخ التبليغ. تاريخ التبليغ 5/12، يبقى كده من 5/12 ل 23/12 حوالي 18 يوم اهو الست هتتظلم فيهم وتاخد فيهم جزا، وهي اصلا كانت نايمه في المستشفى. وانت يا دكتور التأمين الصحي كتبت تقريرك على هذا الاساس. التقرير الطبي بتاع المستشفى بيقول دخلت يوم كذا وخرجت يوم كذا. يبقى ازاي؟ يعني ما هي بلغت وهي محجوزه في المستشفى، بلغت وهي يوم ما دخلت اللجنه العامه للتأمين الصحي ان هي محجوزه من يوم كذا. الجواب وصل متأخر، يبقى المشكلة هنا في اللجنة. أنا بطلب بقى من الدكتور مرهف الموجي موعدنا على قناة